السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي القناة، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كيف دايرين مع رمضان؟ الله يتقبل منا ومنكم اجمعين. اليوم كما كتشوفوا معايا غادي نبداو في سلسله الحلويات ان شاء الله. جبت لكم حلوه سهله وبسيطه وكتجي لذيذه. نخليكم مع الطريقه والمراحل كما العاده. بسم الله نبداو. هنايا عندي نص كيلو ديال القوقاو او الكاوكاو كيكون محمر وكنطحنوه حتى يطلق الزيت ديالو، ما يطلقهاش بزاف غير شويه. هنايا عندي كاس معامش ديال السكر كلاصي، عندي معلقه كبيره ديال الزبده، كنحتاجو للقرفه، عندنا هنايا بياض بيض، وهنايا عندي الزنجلان الابيض راه متواجد في الاسواق باش غادي نزينو الحلوه ديالنا. هنايا كنديروا كنديروا ديك المعلقه ديال الزبده مع السكر كلاصي القرفه. انا هنا درت معلقه صغيره، كتقدروا تقلوا او تكثروا على حسب الذوق. صافي غادي نجمع الكل مزيان مزيان حتى غادي يدخل لي ديك الزبده في الكاوكاو ديالنا مع داك السكر كلاصي. الخليط ديالنا بعد ما جمعناه غادي نديروه في واحد فيلم اليمونتير وغادي نخليوه يرتاح لمده ديال 10 دقائق. كنبديو نصاوبوا الحلوه ديالنا، كناخذوا كميه من الخليط، كنديروا على شكل حربوش طولي، كندهنوه بياض البيض، من بعد كندوزوه في هذاك الجنجلان الابيض حتى كيتغطى كامل. في الاول ما كنرقوهش، كنخليوه شويه غليظ، من بعد عاد كنبقاو نرقو فيه. من الاحسن ما نديروش الحربوش غليظ بزاف. كما كنعرفوا القوقاو ملي كيدخل الفران كيزيد في الحجم ديالو، من الاحسن نديروهم شويه صغار. صافي وكنبقاو مكملين بنفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. بعد ما كملنا الكميه اللي عندنا هنا كما كتشوفوا معايا كنقطعها على شكل دوائر. بعد غادي نشدو كل طريف، كنحاولوا نقادوه نعطيوه داك الشكل دائري، وكنديروا له حفره في الوسط هذيك اللي غادي نعمروها من بعد. صافي وكنبقاو مكملين حتى كنكملوا الكميه كامله اللي عندنا. الفران انا شاعله عليه على ما بين 170 حتى 180 درجه. كندخلوا الحلوه ديالنا واحد المده ديال 5 دقائق ولا 7 دقائق، غير كيتشمع لنا هذاك بياض البيض وكنخرجوها. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا بعد ما خرجتها من الفران. كما قلت لكم ما نخليوهاش حتى كتحمر. هنايا عندي كميه من لاكاجو، اللوز على شكل طولي، عندي الكركاع، عندي الفواكه المعسله. المهم كيبقى على حساب شنو عندكم في البيت. هنايا الناباج انا سخنته، كنجمع هذاك الخليط مزيان مزيان، من بعد كنعمر به هذوك الحفيرات اللي كنا درناهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. انا زينتها بورقات ديال الورد. نتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها، راها كتجي لذيذه وهشيشه. ودائما كنقول لكم كونوا في الموعد، مازال كاين الجديد والجديد. مع السلامه.